بيبتدي الفيلم بمشهد في الماضي مع طفل صغير اسمه إيريك، كان جايب ميه للحصان بتاعه، ولما بيقرب عند الحصان بيلاقيه مرمي على الارض ومتصاب بجروح خطيره، وكانت الغربان بتهاجمه. بيحاول انه يساعده باي طريقه لكن مش بيقدر ينقذه، وبيموت الحصان بتاعه قدام عينه. والكابوس ده بيفضل مطارد إيريك لحد ما كبر وما عرفش يتخطاه. بعد كده بنروح لبنتين اصحاب بيتكلموا على الموبايل، وكان اسمهم شيلي وزاد، وبيتكلموا عن فيديو في واحد بيخلص على واحده وبيعذب فيها. والفيديو ده بنعرف انهم ماسكينه كسلاح لحد ما نعرفوش هو مين. وقبل ما توصل زاد بيتها بيطلع عليها رجاله عصابه وبيخطفوها، ولما بتصحى زاد كانت العصابه فاتحه مكالمه فيديو مع صاحبتها شيلي، والعصابه بيوروها وهم بيعذبوا فيها. بتخاف شيلي جدا وبتقرر تهرب بسرعه من البيت، ولما بتنزل وهي بتجري الشرطه بتشك فيها، بيوقفوها وبيفتشوها وبيطلعوا ان معاها ممنوعات فبيقبضوا عليها. وقتها بنشوف إيريك وهو كبير وبيطلع انه محبوس في مصحه للعلاج، وانه بسبب الحادثه بتاعه الحصان بتاعه بقى عدواني، وانه بيتعالج بسبب العدوانيه اللي هو فيها، وبيحاول يبعد عن اي حاجه ممكن تخليه يرجع زي زمان. حتى كان في ناس بيضايقوه ما كانش بيعمل معاهم اي حاجه. بنتعرف على راجل اسمه فينست، وده رئيس العصابه اللي خطفوا زاد. بتيجي بنته بتتكلم مع فينست وبتقول له انها معجبه بموهبته في العزف، لكن بتقاطع كلامهم ماريا مساعده فينست، وبتقول له انهم جابوا زاد وانه يقدر يجي ويشوف. بيروح فينست معاها علشان يتكلم مع زاد، وبيقول لها فينست انها تعترف فين مكان صاحبها اللي معاها الفيديو، لان مش شيلي بس اللي معاها الفيديو، في شاب تاني معاهم. لكن زاد قالت انها مش هتقول، فبيقرب منها فينست وبيقول في ودنها تعويذه بتخليها تخلص على نفسها. في وقت تاني بنشوف شيلي في المصحه اللي فيها إيريك، وبيطلع ان الشرطه حطوها هناك علشان تتعالج من الادمان. وفي وقت الغدا بتتعرف على إيريك، وبيفكرها إيريك ان في قاعده بتقول ممنوع اي شاب وبنت يتكلموا، لكن شيلي عرفته انها مش مهتمه، وبيقاطع كلامهم الضابط اللي بيجي ياخد كل واحد فيهم للجلسه الخاصه بتاعته. وبعد ما بيخلصوا الجلسه مش بيشوفوا بعض. وفي اليوم التاني بتيجي شيلي لإيريك اوضه وبيتكلموا مع بعض برضه. في ضابط بيقاطع كلامهم وبيقول لهم ان في زياره جايه لشيلي، لكن شيلي بتعترف لإيريك ان محدش يعرف انها هنا، فقال لها ثانيه هو هيطلع يبص. بيرجع وبيعرفها انها مجموعه من المحاميين. بتخرج شيلي وتبص عليهم وبتنصدم لما بتشوف، وبتعرف انهم لو لقوها هيخلصوا عليها وانها لازم تهرب. فقال لها إيريك انه هيهربها وهيهرب معاه، وبياخدها لمكان المواسير وبيقدروا يهربوا من المصح. وبيركبوا في عربيه ماشيه وبيكونوا في طريقهم لصاحب شيلي اللي معاه نفس الفيديو اللي معاهم، واللي بنعرف ان اسمه سيدي. لما بيوصلوا للبيت مش بيلاقوه هناك، فبيقرروا يفضلوا في البيت لحد ما يرجع. في نفس الوقت كانت الشرطه بتطلع جثه سيدي من البحيره، وبتتصل ماريا على فينست وبتقول ان الشرطه لقت الجثه. في الليل كانت شيلي وإيريك في الديسكو مع بعض، لكن شيلي بتتخانق مع واحد وبتجري بسرعه وبتقول لإيريك يجي وراها. بيرجعوا لبيت صاحبهم، بتدخل شيلي الاول وبيدخل إيريك وراها، وبعد ما بيقفل الباب بيتصدم لما بيلاقي رجاله بتخنق شيلي. واحد بيجي من وراه هو وبيخنقه هو كمان. ولما بيصحى بيلاقي نفسه مرمي في البحيره وبيغرق، وبيحاول يلحق شيلي من الغرق لكن مش بيقدر وكان هيموت. فبيطلع بسرعه فوق الميه وما كانش عارف هو فين، وبيلاقي واحد واقف وبيساله هو فين لكن مش بيفهم حاجه منه. فبيمشي إيريك ورا الراجل، والراجل بيتكلم وبيفهمه ان بعد ما الروح بتموت بتخرج من جسمه وبتتنقل لعالم تاني اسمه عالم الموت. وإيريك ما كانش فاهم حاجه غير انه مات، بس ما كانش عاوز يصدق اللي بيتقال او يصدق فكره انه ميت. فالراجل بيقول له ان دي الحقيقه وانه حاليا ميت، ولو عاوز يصحح الاخطاء اللي عملها يتابع الغراب اللي قدامه ده. وبيقول له إيريك ان ده كله اكيد مجرد حلم وهيصحى منه. فبيزق الراجل وبيقعه على الارض وهو بيقول له اصحى. بيصحى إيريك وهو في مكان الحادثه ومش بيلاقي شيلي ولا العصابه، لكن سمع صوت واحد موجود في المكان فبيستخبى وجاب سكينه علشان يدافع بيها عن نفسه. والراجل كان بيتكلم في الموبايل مع حد تاني وبيساله هم بيدوروا على ايه بالظبط في البيت، وقال له انهم بيدوروا على موبايل عليه فيديو مهم جدا ولازم يجيبوه. الراجل بيقفل المكالمه وقال لإيريك انه حاسس بيه وانه يطلع لانه مش هيأذيه وانه من رجاله الشرطه. فبيطلع إيريك فعلا وبيرمي السكينه وبيقول للظابط انه مش فاهم حاجه وبيطلب منه يفهمه، لكن فجاه الظابط بيضربه بالرصاص وبيوقعه على الارض وبيفتكر انه مات. لكن بيتفاجئ ان إيريك بيقوم من الارض وبيدخل في معركه هو والشرطه لحد لما بيخلص إيريك عليه، وبيدخل يبص على جسمه في المرايه وبيلاقي ان مكان الرصاصه بيختفي لوحده. بعد كده بيخرج من البيت وهو ماشي وبيلاقي شيلي قدامه وبترمي نفسها في النهر، فبينط وراها علشان يلحقها. لكن بيصحى في عالم الموت وبيقابله نفس الراجل وبيضحك الراجل عليه، وبيقول له إيريك انه ما بقاش فاهم اي حاجه خالص، وليه هو اللي في العالم ده وشيلي مش موجوده معاه. وقال له الراجل العجوز ان شيلي في مكان بتتعذب فيه اكتر من ده بكتير، وانه لما قال انه لازم يعمل حاجه صح في حياته او يصحح اخطائه كان يقصد انه يخلص على الرجال اللي خلصوا عليه هو وشيلي، وان الراجل ده عمل صفقه مع الشيطان علشان يعيش حياه ابديه، في المقابل انه بيدي للشيطان ارواح ناس ملهاش ذنب في حاجه. فبيسالوا إيريك هو ازاي ما ماتش من الرصاصه اللي جات فيه، فعرفوا الراجل انه مش هيموت نهائيا لكن هيفضل يحس بالالم في جسمه وانه هيموت ويرجع للعالم ده في حاله واحده بس، ان حبه لشيلي ما يكونش حب مزيف او يكون في شك في حاجه. وبيقول له يصحى وبيرميه من مكان عالي، وبيصحى إيريك في الشارع
وبيروح على طول لبيت واحد من صحابه، وصاحبه بيتفاجئ لما بيشوفه وبيقول له انه مفكره ميت. بيعرفوا إيريك انه ما ماتش وبيطلب منه مسدس وطلق، وبيديله صاحبه الحاجات اللي محتاجها وبيمشي إيريك من عنده. بيروح إيريك الجنازه بتاعت شيلي وبيلاقي امها موجوده وبيتكلم معاها، وبيقول لها انه شافها في المصحه مع باقي الرجاله اللي كانوا جايين، وانه عاوز يعرف اسامي الناس اللي كانوا معاها او اي معلومه عنهم علشان يجيب حق بنتها. بتنكر والده شيلي على كل الكلام اللي بيقوله، وبتروح تجيب حاجه تشربها لكن الكوبايه بتقع منها. وقتها إيريك بيطلع الاوضه بتاعت شيلي وبيدور على اي حاجه تفيده، ولاحظ الدرج بتاع شيلي وبيلاقي فيه صوره مع صاحبتها وعنوان لواحد، فاخد الصوره واتحرك بسرعه على العنوان، ولقى واحد في عربيته وهدده إيريك بالموت لو ما قالش مين اللي مشغله، لكن الراجل مرضاش يعترف فخلص إيريك عليه. بيستخبى إيريك بسرعه لما بيلاقي فينست وماريا بيركبوا عربيه قدامه، وفجاه بيظهر لهم وبيضرب نار على العربيه، لكن العربيه كانت مقاومه للرصاص، وسواق العربيه بيدوسه وبيصاب إيريك باصابات خطيره. بعد كده بيروح فينست لعند بيت والده شيلي، وبيطلع انهم عارفين بعض، وبيسالها مين اللي كان عندها وكان جاي يعمل ايه، فعرفته ان ده حبيب بنتها، وانه كان بيسال عليه لانه عاوز ينتقم منه، لانه مفكر انه لما ينتقم منه هي ممكن تقدر ترجع للحياه. فرد عليها وقال لها ان روح بنتها اداها للشيطان في مقابل حاجه تانية هو اداها لها ومش بنعرف هي ايه. فقالت له ان الحاجه اللي اداها لها دي لعنه كبيره مش حاجه تفرح بيها، فقال لها ان طالما هي لعنه تحصل بنتها، وبيقول التعويذه في ودنها، وبيخرج من البيت وفي طريقه لعربيته فجاه بتنط والده شيلي من البلكونه وبتنهي حياتها. مش بيهتم وبيكمل طريقه للعربيه، وبيتصل على واحده وبيعرفها ان الغراب الاسود رجع علشان ينتقم منهم. مش بنفهم كلامه بالتحديد غير انه يقصد إيريك. في الوقت ده إيريك بيروح يقابل الراجل اللي شيلي اتخانقت معاه في الكباريه، وبيعرف انه مجرد صاحب ليها عادي واكيد هو اللي خلص عليها، لكن بيقسم له انه كان بيحميها من ماريا وانها سبب موتها، وان في فيديو صوروه بشع جدا، وان فينست وماريا بيحاولوا يجيبوه باي طريقه. فبيسالوا فيديو ايه ده اللي هيموتوا بعض بالشكل ده عليه. عرفوا انه فيديو فيه عمل شيطاني فينست خلى شيلي تعمله، وقال له انه على موبايل شيلي وانها مخبياه. بعد كده بيروح إيريك بيت شيلي وبيدور على الموبايل بتاعها لحد لما بيلاقيه وبيفتح الموبايل وبيلاقي الفيديو، وبينصدم لما بيعرف محتوى الفيديو ده، وان فينست همس في ودن شيلي وعينها اتحولت وقامت خلصت على صديقتها بدون اي رحمه. وهنا بيفهم ان فينست بيحاول يجيب الفيديو ده علشان محدش يعرف بقوته الشيطانيه، فمش بيقدر انه يتملك نفسه، وبيروح لعند صاحبه اللي اخد من عنده المسدس وبيحكي له عن كل اللي شافه، وكان زعلان لانها ما عرفتوش باللي عملته. فصاحبه بيقول له انه يمكن ما كانش هيحبها لو كانت قالت له، لكن فجاه بيدخل عليهم 2 من رجاله فينست وبيرفعوا اسلحتهم عليهم وبيطلبوا منه يجي معاهم حالا، لكن بيحاولوا انه يضربهم، فبيخلصوا على صاحبه وبيضربوه، لكنه قدر يهرب منهم وخرج بره، لكن للاسف لقى واحد مستنيه بشوت جن وبيضربه طلقه في صدره. بيفضل انه يرجع بظهره لحد لما بيقع في البانيو والدم بيملى المكان. بيصحى إيريك في عالم الموت وكان مش عارف هو ازاي مات تاني، وبيسأل الراجل اللي بيلاقيه على طول، فقال له انه مات لانه عرفه قبل كده انه المفروض حبه يكون نقي من كل حاجه ولا شك او خيانه. فعرفه إيريك انه ما شكش وانه كان متضايق لانها ما قالتلوش، وقال له الراجل ان دي كانت اخر محاوله ليه وانه فشل ومش هيرجع تاني. بيمشي الراجل وبيفضل إيريك واقف، وبيقول له إيريك ان روحه هتكون مقابل روح شيلي في المكان اللي هي فيه، باختصار انه هينقذها وهيطلع روحها من المكان اللي هي فيه وهو روحه هتروح فيه. بيحذروا الراجل لكن كان إيريك مصر. فجأة كل الغربان بتتجمع حواليه وبيعملوا دايره، وبيجي غراب من ورا ظهر إيريك وبيوقعه على الارض، وبعد ما بيوقعوه بيطعن الراجل ايده بالسكينه لحد ما بتنزل دم، وبيطعن ايد إيريك وبيسلموا على بعض، وبكده اتفاقهم بيكون بالدم. بيرجع إيريك للحياه من تاني وبيصحى في البانيو، وكان لسه العصابه في الشقه. بيقوم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، وبيروح يقعد جنب جثه صاحبه وبيشرب وبيرسم وشم جديد على ايده. بعد ما بيخلص بنشوف ان كل حاجه فيه حرفيا اتغيرت من وشه لعيونه اللي بقت سودة جدا. بياخد المسدس والسيف بتاعه وبينزل للشارع، وبيعرف ان في حفله في الاوبرا معموله واكيد ماريا ورجاله فينست موجودين هناك. فبيتحرك بسرعه على قاعه الاوبرا وبيلاقي رجاله على البوابه، بيخلص عليهم كلهم وبيطلع على السلالم وبيفتح الباب ويدور على رجاله فينست ومساعدته ماريا، لكن مش بيلاقي حد في صاله الاوبرا. فبيخرج من الاوضه اللي فيها وبيلاقي قدامه مجموعه كبيره جدا من الرجاله بيضربوا عليه نار من كل ناحيه. فبيقع إيريك على الارض وبيعمل نفسه بيموت. فبيقرب واحد من الرجاله عنده، وفجاه بيصحى إيريك وبيرميه من على السلالم وبيقوم يخلص على كل الرجاله. وبعد ما بيخلص عليهم بنشوف الدم في كل مكان على السلم. ماريا بتتصل على فينست وبتقول له ان إيريك جه الاوبرا وهيخلص عليها، فبيقول لها ان زيها زي اصحابها وهي مش فارقه معاه، وبيقفل في وشها. وكان موجود معاها راجل بيحميها. بيفتح الباب وبيلاقي إيريك في وشه فبيضربه بالنار، لكن إيريك مش بيتاثر وبيخلص عليه وبيقطع راسه. وبيدخل لماريا وهو شايل الراس وبيقعد، وبتكون ماريا خايفه جدا منه. فبيسالها ليه عملت كده في صاحبتها، فقالت له انها كانت مغصوبه وما كانش في حل تاني غير انها تغدر بصاحبتها، لكن الكلام مش بيخلي إيريك يحن لها، وبيقطع راسها هي كمان، وبينزل بالراسين على المسرح الاوبرا وبيرميها على الناس، والناس كلها بتصرخ وبتهرب. بيتحرك إيريك للبيت اللي فينست
مستخبي فيه، وبينصدم فينست لما بيلاقيه قدامه. بيحط إيريك السيف على رقبة فينست وبيسأله فينست هو عايز منه ايه ولا ايه اللي جابه. فقال له إيريك انه هيخلص عليه وهيرجع حبيبته شيلي. فقال له فينست انها مش هترجع ومحدش بيرجع من المكان ده. بيقول له ينسى وانه بقى انسان بدون قلبه، وعلشان يثبت له بيمسك السيف بتاعه وبيحطه له في قلبه. لكن إيريك عرفه انه حاسس بالألم وانه هيخلص عليه وياخد حق شيلي. وبيطعنوا إيريك والاتنين بيروحوا لعالم الاموات. ولما بيفوقوا بيكون فينست خايف وبيسأل عن مكانهم. فرد عليه إيريك وقال له انهم في النهاية، وبينط عليه وبيوقعه على الارض وبيفضل يضرب فيه لحد ما فجأة كام ايد بتخرج وبتسحبه من المية. ولما بيتسحب فينست بتخرج من نفس المية الارض شيلي، وبتحضن شيلي إيريك بسرعة وبتقوله انه وحشها جدا وانها كانت بتحلم انها مش هتشوفه تاني. وقال لها إيريك ان كل حاجة كانت غصب عنه وانه كان مضطر علشان ينقذها، وللاسف مش هيقدر يرجع معاها للبيت. وفجأة بتصحى شيلي وبتلاقي نفسها نايمة وجنبها إيريك ومتعلقين على اجهزة وجنبهم حقن كتير. وبنكتشف ان إيريك مات للاسف. بيخلص الفيلم لحد كده. طالما وصلت للحظة دي عزيزي المشاهد ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك الجميل في القناة. وبس كده.